لا عادي عادي. ماشي تفضل يلا اشتغل كده. عادي اشرح. هنا ومن مكان النوبة المتحف النوبي. بنرحب بأهلنا وأولاد عمومتنا أبناء مطروح اسكندرية وكل الأماكن. يعني وقفنا هنا كانوا بيقولوا اللغة النوبية. أنا كنت شخصيا معترض اللي في حاجة اسمها لغة نوبية، كنت بقول إنها لهجة نوبية، ولكن بعد اللي احنا شفناه اللي هي قصة المواجهة بين المرمون والرومان في غزوة البليمون والنوبات بلاد النوبة الأكثر من 3 قرون، اللي هم جنود الرومان اللي كانوا بيحرسوا مدينة دوكا على بعد 70 ميل. كلام معنى كده مترجم بالإنجليزية. لذلك ان فعلا اللغة النوبية لها حروف. لما كانوا بيقولوا ان في لغة نوبية يبقى فعلا حقيقية. هم زي ما سمعنا ان كان انتصار 73 يرجع الفضل فيه لله اولا ولبعض كلمات النوبة زي كلمة جم اللي شرحوها لنا معناها اضرب باللهجة النوبية، ودي كانت اخذت حاجة للمدفعية نفسها اوامر. ففعلا زي ما قال احمد منيب مشتاقين يا ناس لبلاد الذهب. بلاد الذهب بلاد النوبة العظيمة اللي احنا فيها، متحفها بكل اللي فيه، يعني بيحكي تاريخ النوبة. قطعة من أرض مصر، قطعة كبيرة وقطعة جميلة جدا من أرض مصر. فعلا يمكن لعل أمتع زيارة لنا في أسوان إحنا بعد المؤتمرات وبعد شورى القبائل العربية وبعد القنوات التلفزيونية، إن إحنا بنرجع للأصول النوبية اللي أنا شخصيا مغرم بها جدا في رقصاتها في أغانيها. محمد منير الكينج، الشباب اللي هاجر من أسوان والنوبة وهو صغير وبدأ ياخد الفن النوبي. هو ابن النوبة، هو ابن النوبة. وزي ما احنا كده قلنا ان النوبة فجكاو وكنوز كقبيلتين، دي ليها لهجة ودي ليها لهجة. صراحة يعني انت سعيد وانت معنا في اكيد، يعني حاجه بتدل على التراث مصر العظيم، حاجه تراث اجدادنا وحضاره مصر من 7000 سنه. ده اكثر من 7000 سنه. دي تعتبر ثروه لمصر. يعني ثروه يجب الحفاظ عليها. يجب على فكره يعني من خلال زيارتنا فعلا للمكان اللي احنا فيه متحف النوبة، ان احنا بننادي قبائل البدو. اكيد عندكم حضارة. ايوه طبعا عايزين متحف للقبائل. اكيد ليكم حضارة. طبعا لنا حضارة ولنا عادات وتقاليد. طب ما نفكرش ليه ان احنا نستثمر حاجة زي كده في مناطق مطروح والحمام. وفي فنون تراثية عندنا، وفي رقصات، وفي عندنا حتى النسيج البدوي اللي هو الخيم البدوية. يعني في تراث المفروض برضه يتعمل في محافظة مرسى مطروح متحف للآثار البدوية. عمل السجاد وعمل الحاجات اللي هي دي يمكن تيجان النوبة. أكيد. تيجان. تيجان أكيد كانت على تاج الملوك. تاج ملوك. تاج ملوك. الله، يعني دي في حاجة يمكن ممكن يكون ده الحصان العربي. ايوه ممكن ده الحصان العربي فعلا. ده الحاجات دي يعني التراث ده المفروض يتحافظ عليه. ده كنوز، ده كنز. يعني دلوقتي ما عادش فيه حاجه دي. ما عادش فيه حاجه دي. شيء جميل والله العظيم. شوف حتى الحصان بيدل على الشموخ بتاعه. بتهيألي انت بتفهم في الخيل يا عمده. يعني طبعا. بص حته الخيل، الحته البيضه دي ودي من ضمن الخيل اللي هي بتبقى يعني كأنها وشها خيل. يعني حتى في المؤاخذة فيه هنا في الغرة في البرم. لا في البرم. بتدل على ان بتدل على الحصان اذا كان هو البرم ده اللي هو الانف. يعني لا حتى في الشعر مبرومه. اللي احنا بنقول عليها عامل خصله. دي بقى تدل على الحصان اذا كان هو يعني مشاءم ولا وشه خير. دي حاجه عربيه بقى. دي عارف دي بتبان فين؟ دي بتفرق في الفلوس تحت تمام. ثمن الحصان دي بعرف بتبقى باينه فين، تبقى باينه تحت الرقبه. يعني لو زنقر او هنا او بين او في القوره بتاعت لو زنقر الرقبه بتبقى من نفس، يعني تبقى في القوره بتاعت الحصان. تحت بقى يبقى اخصار الحصان لما يكون فيه الحاجلات البيض دي. بتهيألي ايه ده فيه خلاخيل. لا ده برضه يعني عمليه السوقه نفسها. ده الخلخال، ده للنسوان خلخال. ادينا حقه يعني. ادينا حقه.
دي التميمة أو الإسورة؟ أساور. دي أساور. دي أساور. أساور. دي أساور بقى للناس اللي هم متيسرين الحال، يمكن في الوقت اللي هم كانوا فيه. لكن يا ترى يا حج في مطروح برضه كان الخلخال فيها، كان الخلخال ده فيه، كان فيه الخلخال غير يعني اختلف عندها. اختلف عندها، وعندنا كان حاجة هو زي ده اهو، زي ده بالظبط. دي بقى حياة النوبة القديمة. دي حياة النوبة القديمة، محفظ القرآن وأدوات الزراعة طبعا، أدوات الزراعة والري والساقية. البيت النوبي الجميل بزركشته، يمكن اختلاف بيت يمكن الله أعلم من 3 نماذج من البيوت، 3 نماذج اهو. ادي نموذج 2 3 بقى، ده في نموذج رابع كمان. الفرح النوبي. لا ده الدف، ودي آلة نوبية يعني تعادل السمسمية بتهيألي طبعا، والعريس أكيد. الحنانة وليلة الحنة، حنانة وليلة الحنة. بكده يمكن أنا من وجهة نظري البسيطة جدا في هذا الموضوع، إن بداية الإنسان في زراعته، الزراعة والري وثم التعليم، بيكبر بيبدأ يتجوز في البيت النوبي الصغنطوط.